وجهه مضيء سبحان الله. ثم كفناه، ثم خرجت فتحت باب المغسلة وإذا واحد من أخوانه يبكي. قال انتهيت يا شيخ؟ قلت نعم، وسلمت عليه وعزيته وهو يبكي بكاء شديد، فقلت استبشر خير إن شاء الله إن أخوك على خير. دخل يا إخوان يقبل أخوه، لأن تركنا الوجه مفتوح حتى يقبلونه ويودعونه، فإذا به يبكي. ثم جاء نحوي فحاولت أعزيه وأواسيه وأخوه يبكي. قال يا شيخ أنت لا تدري عصام هذا سبحان الله شأنه عجيب. قلت ما شأنه؟ حدثني عن عصام. قال يا شيخ عصام هذا يعمل في الشركة، والشركة أدوار، والمصلى الذي وضع للشركة في الأسفل. يقول فلما يأتي وقت الصلاة يمر على المكاتب وعلى الأدوار كلها يقول يا إخوان الصلاة، يا إخوان صلوا، يا إخوان انزلوا إلى الصلاة، يا إخوان الوضوء. يقول يحثهم فلا ينزل إلى المصلى إلا وقد أخذ معه مجموعة